السلام عليكم ورحمة الله، أهلًا بيكم. طبعًا أنا هاتكلم في موضوع مهم وحديث نبوي كلنا غافلين عنه، ما حدش تقريبًا حافظه إلا القليل يعني. يا جماعة والله العظيم أنا أمّا اكتشفت الحديث ده، أنا والله بقيت باتطمن على ولادي وهُم برّه البيت، بقيت بابقى متطمنة لو خُفت على عيّل باقوله وبافتكره، بابقى خلاص للطمأنينة أنا كده اتحصنت، أنا عملت حاجة كويسة أوي الحمد لله، فعلًا، فعلًا والله بقيت باحس بطمأنينة فوق الوصف، خلاص ما عدتش خايفة. ابني في الكلية بابقى خلاص ما عدتش خايفة، هييجي إن شاء الله بالسلامة متأكدة، بنتي على طريق، ابني في حضانة، بنتي في مدرسة، لأ أنا الحديث ده بفضل الله بيحميهم، وهيحميك إنك تسمع عنهم أي أذى، ويحمي كل حبيب ليك ما تتمناش ليه سوء أبدًا، بفضل الله الحديث ده يا جماعة أنا أمّا اكتشفته حل لي مشكلة كبيرة، أنا كان عندي موضوع الخوف ده، خوف على ولادي، خوف على بيتي، خوف على مالي، خوف يجرى لهم حاجة، كان عندي نسأل الله العافية يعني زي مرض، وسواس، كان عندي لأ الحمد لله، لمّا بدأت أسمع الحديث ده وحفظته وعرفت فوايده وعرفت قد إيه هو منقذ لنا، بإذن الله وبفضل الله هتخافيش على ولادِك، خافيش على مالِك، تبقي متطمنة، الزميه ليل ونهار، حديث نبوي، النبي عليه الصلاة والسلام تجمعوا عليه في يوم من الأيام الجن، وكانوا يريدوا أن يحرقوا النبي عليه الصلاة والسلام. والعياذ بالله من الجن وأفعاله، أي فعلًا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، إن الجن تجمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام عايزين يحرقوه، وصل بيهم لفين؟ فربنا سبحانه وتعالى أنزل سيدنا جبريل من فوق 7 سماوات يعلمه الحديث ده، شُفتوا يعلمه أنزل الله سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الحديث اللي هينقذه من الجن، قال يا محمد قُل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يا ريت تكتبوه، يا ريت تكتبوه في ورقة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر خلقك يا رب، من شر كل الخلق، كل ما ذرأت وبرأت في هذه الدنيا، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما يهبط من السماء وما يعرج فيها. أي حاجة تنزل من السما وتطلع له، يعني شوف كل حاجة أهو، ومن شر ما يخرج من الأرض وما ينزل فيها، أي حاجة تخرج من الأرض، شوف إيه اللي ممكن يخرج من الأرض، الجن بقى أي أذى، أي حاجة وحشة وما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، الفتن اللي مالية حياتنا، فتن في كل شيء، في كل حاجة، في كل خطوة، في كل نفس بنتنفسه عايشين في فتن، نسأل الله أن يعافينا ويعصمنا من الفتن يا رب، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، إيه طوارق الليل والنهار؟ إن حد يطرق عليك الباب يجيب لك خبر وحش والعياذ بالله، نسأل الله العافية من الأخبار الوحشة، إن حد يرن عليك ويقول لك الحق ده ابنك فيه حاجة، ده بنتك فيها حاجة، ده بيتك حصل له حاجة، ده أرضك حصل، ومن شر طوارق الليل والنهار، أي طارق يطرق عليك، ومن شر طوارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، إلا الخير بس عايزينه، يبقى على بعضه أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما يهبط من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ينزل في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. واحترق الجن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا احترقت الجن، فهو يحميك بفضل الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يحميكم ويحمي أولادكم ويحمي أولادي وأولاد المسلمين أجمعين، ولا يرنا فيهم مكروها ولا سوءا يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.